وصل القاهرة خلاص مفاجأة مدوية بشأن المدرب الجديد لنادي الزمالك خلصها حسين لبيب في أخبار سارة من داخل الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أعلن الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور عن توقيع المدير الفني الجديد جوزيه جوميز لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية. هذا وقد تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة من إبرام التعاقد مع المدير الفني الكبير جوزيه جوميز بعد محاولات كبيرة للتعاقد معه. هذا وقد ذكر خالد الغندور عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المدرب جوزيه جوميز قد وقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض، ويأتي ذلك بصحبة 3 مساعدين خاصين به في جهازه المعاون. إذن وفي هذا المقال سوف نتعرف على آخر أخبار نادي الزمالك. وتعاقد الزمالك مع المدير الفني جوزيه جوميز، فقد تابعوا معنا. وقد وصل المدير الفني جوزيه جوميز إلى مصر اليوم لإتمام التعاقد مع نادي الزمالك والتوصل إلى كافة الشروط التفاصيل الخاصة بهذا التعاقد بين الفريق والمدرب. ومن الجدير بالذكر أنه سوف يقوم جوزيه جوميز باصطحاب 3 معاونين له، من بينهم مدرب خاص بالإحمال البدنية ومدرب حراس المرمى. وأعلن مصدر رسمي من داخل نادي الزمالك أن المدرب سوف يحصل على راتب شهري قدره $70,000 في الشهر الواحد. أخبار متعلقة بنادي الزمالك، حيث قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة من الإمارات بعد المشاركة في البطولة الودية المقامة في الإمارات، وهي بطولة نادي الوحدة الإماراتي، وأيضا بطولة كأس دبي للتحدي التي استطاع من خلالها نادي الزمالك الحصول على البطولة بعد الفوز على النادي الأهلي السعودي في المباراة النهائية.